لو انت بتسمعني دلوقتي يبقى أكيد جواك إحساس إنك عايز تختفي، مش تختفي من الناس بس، لكن تختفي من النسخة القديمة بتاعتك اللي ضيعت وقتك، اللي فضلت تأجل وتكسل وتقول بكرة، اللي كل ما تيجي تبدأ تلاقي نفسك واقف في نفس النقطة. كلنا في لحظة معينة بنوصل لمرحلة إننا مش قادرين نكمل بالطريقة اللي عايشين بيها، عايزين نمسح كل حاجة ونبدأ من جديد. وده مش ضعف، بالعكس دي علامة إنك عايز تتغير، علامة إنك مش راضي تفضل زي ما أنت. التغيير مش بيحصل فجأة ولا في يوم وليلة، التغيير بيبدأ من قرار بسيط إنك تقول كفاية، النهاردة هو اليوم اللي هبقى فيه نسخة جديدة. وعلشان تختفي من نفسك القديمة لازم تبدأ تموت العادات اللي بتموتك، تبعد عن الناس اللي بتسحب طاقتك، توقف الحوارات اللي بتضيع وقتك. لازم يكون عندك الجرأة إنك تقول لأ لكل حاجة بتأخرك عن الطريق اللي انت عايزه. انت مش محتاج تهرب من العالم، انت محتاج تهرب من نفسك القديمة. تخيل لو كل يوم قعدت ربع ساعة بس تبني عادة جديدة أو تشيل عادة وحشة، بعد شهر هتكون شخص تاني، بعد 3 شهور هتكون شبه مش عارف نفسك، وبعد سنة هتلاقي إنك بقيت النسخة اللي طول عمرك بتحلم تبقى زيها. اللي بيخلي معظم الناس واقفة مكانها إنهم فاكرين إن البداية لازم تكون كبيرة، بس الحقيقة إن البداية بتكون صغيرة جدا. ورقة وقلم تكتب فيهم خطة، صفحة واحدة تقراها، تمرين بسيط لجسمك، 10 دقايق تركز في حاجة مفيدة. الحاجات الصغيرة دي بتعمل تراكم، والتراكم ده هو اللي بيخلق شخصيتك الجديدة. افتكر دايما إنك مش مضطر تفضل زي ما انت، ومش مضطر تستنى الظروف تتغير. انت تقدر تبدأ دلوقتي، تقدر تختفي من النسخة القديمة وتبني نسخة تانية أقوى، أنضج، أنجح. كل يوم عندك فرصة تختار تبقى مين، تختار تعيش إزاي. الناس اللي غيرت حياتها ما كانوش أذكى منك، لكن كانوا أشجع، عرفوا يقولوا كفاية وابتدوا من غير ما يستنوا المثالية. فلو انت وصلت للنقطة دي اعرف ان التغيير بيبدأ خطوة واحدة بس. ما تخليش حد يوقفك، وما تخليش نفسك القديمة تمسك فيك، سيبها تختفي وابدأ من النهاردة، وخلي يومك الأول يكون دلوقتي مش بكرة. اللي بيمشي أول خطوة هو اللي بيكمل، واللي بيستنى عمره ما هيوصل. لو الفيديو ده لمسك من جوه ما تنساش تعمل لايك وتشترك، عشان اللي جاي هيخليك تختفي فعلا من حياتك القديمة وتبدأ حياة جديدة تستاهل تعيشها.